دلوقتي خلصت المرحلة الأولى من اختبارات ترقية المرتبة الإلكترونية، والنتائج كانت هتعرض وهيبعتوا منا لتذاكرهم منورت بالأزرق. هيعدوا للمرحلة الثانية اللي هتبدأ بكرة على شكل معركة وهمية. بعد كلام المدرسة ريك أطلقت تنهيده وبص على بطاقته. ريك بتزرع في أمل وبتقول لما تخش هتعدي. ريك بيشكرها على كلامها الجميلة، لكن ريك بيشعر بالخوف لأن قالت له لو ما نجح حزب المغامرين هيضاعفوا عليه التدريب ب3 أضعاف. بعد ثواني بطاقة ريك نورت وبدأت تحمل النتائج. الرجل أنفاسه اتحبست في تلك اللحظة لحد ما النتائج خلصت، بس لحسن الحظ تلك ريك نورت بالأزرق بيوري لينت وهو فرحان قوي. وهو خارج من القاعة فجأة ريك شم رائحة كريهة وبلاقي رجل شكله غريب، وقدم نفسه بأنه ابن الأكبر لعائلة ديرموت راستر، وبسبب حكيها الطويل ريك سماها الشمال. بس لما ريك حاول يقدم نفسه راستر رفض، فضل يتحرش برينيت، مسك يدها وبدأ يعرض عليها تكون زوجته الثانية. ريك تدخل بينهم وقال أن رينيت حبيبته علشان هيك مش هيخليه ياخدها. راستر بص على بطاقة الامتحان بتاع ريك وبدأ يقلل منها عشان رتبته اف وهو كبير في السن. بيتفاخر بنفسه وبيقول لها انه وصل لرتبة بي وهو عنده 14 سنة بس، ودلوقتي هو في الرتبة الأعلى وهو الممتحن المرحلة الثانية. المهم راستر حاول يدعو رينيت للعشاء لكنها رفضت وعنقت ريك. بدأت تتمسخر على راستر وبتقول لها أن رائحة عطرها قوية جدا لدرجة أنها مزعجة. راستر تضايق من حكيها وأخبر ريك أنه هيدفع ثمن غالي لو بقى ممتحنها. وبعد ما غادر راستر ريك بيعتذر لرينيت لأنه يدعى حبيبها دون أن ياخذ إذنها، بس رينيت ابتسمت واخبرتها انها مبسوطه كثير لانها تتصرف بالطريقه ديك. في ذلك المساء كان راستر لسه متضايق وبفكر اللي حصل معاه، غاضب من ريك جدا وكسر الكاس اللي في يده. وفجاه وصل اخواتها الصغيرين وتلموا عند رجليهم بعيطوا. انجليكا بدات تحكي لراستر ان راجل في منتصف العمر خوفهم واستفزهم. راستر اتفاجئ وبدا يفكر ويقول مع نفسه من ذا الوقحه اللي تجرأ ويزعل اخوتي الصغيرين، وبيكون شاكك ان ده فعلا ريك. وعلشان يتاكد اكثر طلب من اخوته يعطونا التفاصيل اكثر عن هذا الرجل. بالفعل بيتاكد ان ده ريك نفسه وبيبتسم ابتسامه شريرة. وفي ثاني يوم ريك كان متوتر جدا بسبب امتحانه وخايف ان راستر يكون هو الامتحان بتاعه لانه اكيد هيوقف في وجهه ويصعب عليه كل شيء. في نفس ذلك الاثناء بيظهر رجل ثاني وبيقدم نفسه على انه لينكس المسؤول عن اختبار ريك الثاني. ريك بيفرح جدا لانه مش راستر اللي هيكون ممتحن، وبيقول لينكس انه من معجبين وهو منبهر جدا من اراده ريك انه يبقى مغامر في السن 32 سنه. لينكس اللي نفسه بقى مغامر وعنده 24 سنه وانها تحفز لما شاف اراده ريك. بس لينكس لسه عنده امل انه يترقى مع انه في الاربعينيات من عمره. استغرق 20 سنه عشان يوصل لمرتبه بي، لكنه لسه متماسك بشغفه. وفي اللحظه ديك بنشوف راستر بيتجسس عليهم وسمع كل الحكي اللي دار بينهم، بيضحك ضحكه شريره. بعد كده بيكون لينكس رايح لفصله وفجاه حدا نادى عليه من الطابق الثالث وبيبتسم ابتسامه شيطانيه. ذا شكله راستر. في الوقت ده ريك كان في غرفة الانتظار مع باقي الممتحنين وكان فرحان جدا، لكن فرحته تحطمت لما دخل موظف واعلن ان لينكس مرض وان راستر هو اللي راح يشرف على الامتحانات بدلا منها. ريك اتصدم جدا، بيتساءل وبيقول مع نفسه كيف حصل كده. لينكس من شوي ما كان فيه ولا شيء وكان بصحة جيدة. في نفس ذلك الاثناء ريك سمع الممتحنين الثانيين بيتكلموا عن مدربهم الجديد راستر اللي حصل على اعلى رتبة وهو في سن 17 سنة. بيسموه الراجل 1000 تعويذة. بيقولوا ان الراجل قاسي جدا وبيحب تعذيب المشاركين. ريك بقى خايف جدا لما سمع الاشاعات دي. في ساحة التدريب يظهر راستر بيمارس تعويذته وبيستخدم سحر الطبيعة الرابعة وتنبيع صخور جليدية وحطمت الرجل اللي كان واقف هناك. وورا كان في رجل عجوز بينادي على راستر وبنعرف انه حارس. بنرجع عند ريك اللي بيتحرك للامام والخلف. كان متوتر كثير مش عارف يعمل لانه متاكد ان راستر مش هيسمح له ينجح في الامتحان. يخبر لينيت انه كثير خايف وعايز يهرب ويرجع للبيت. بتقول له لو انسحبت وما عدت الاختبار هيضاعفوا عليك التدريب 3 مرات. بتقول له مش لازم تهتم بكلام الناس وركز على الجانب الايجابي. تقول له انا واثقه بقدراتك وأنت قوي جدا، وتؤكد له بأنه سينجح في هذا الامتحان على الرغم من هذه الصعوبات التي يواجهها. بالفعل ريك رجع ثقته بنفسه وعد أنه هيهزم راستر ويعدي الاختبار وبيشكر على تحفيزه المستمر. وفجأة ظهر ولد صغير لابس حاجة غامضة وسألهم إذا كانوا مشتركين في الاختبار اللي شغال. ريك قال بفخر أنه هو اللي هيجري الاختبار وأخبرهم أنه حكيم في قراءة الحظ والمستقبل، وطلب من ريك يجلس علشان يقرأ حظه. بيقول لهم ما تخافش ما راح تحصل ولا حاجة دام أنها أول مرة لك التجربة راح تكون مجانية. بالفعل ريك قرر يجربها رغم انه مش مرتاح للكلام. المهم الولد طلب من ريك انه يجلس عشان يبلش في التجربه، وبمجرد ما ريك جلس ظهرت دائره سحريه. ريك اختفى حرفيا.
اتضح أنه ينتقل إلى مكان ما. الولد ذا بالفعل هو ذلك الولد الأشقر من عائلة ديرموت. يعني الولد خدع ريك ورينيت اللي بتغضب جدا وبتدمر المكان اللي حواليها، مبينا للولد أنه ما ينفعش يعبث معاهم زي كده. بتسألها وبتقول لها أنت وين أرسلته، وبتهددها وبتقطع رموشها بقوتها السحرية، وبتقول لها أن الهجوم الجاي هتشيل عينها. وفي الحقيقة اعترف رينيت أنه نقل ريك على بعد 100 متر من هنا، وده كان فعلا صح لأن ريك كان فعلا وراء مكان الامتحان. بعد ذلك وصلت مجموعة من الإسبلطجية حاملين أسلحة فتاكة. ريك في صدمة بيقول لهم أكيد مش أنا هو نفس الشخص اللي أنتم بتبحثون عنه. كبير الخدم بيقول له للأسف ما فيش أي خطأ، احنا حراس عائلة ديرموت. ريك فمن الأطفال الثلاثة من عائلة ديرموت بعثوا كبير الخدم والحراس علشان يمنعوه يشارك في الاختبارات. ريك بيشوف أن عددهم كبير جدا وما فيش عنده أي فرصة للنجاة، ولكن في نفس ذلك الأثناء ظهر حزب المغامرين الأقوياء. كبير الحزب بيسأل ريك وبيقول لها أنت إيش بتسوي هنا؟ المفروض تكون في الامتحان. الحراس بيشعرون بالذعر من أعضاء حزب المغامرين. ريك كذب وقال لهم انه كان بيتدرب مع الاشخاص ذول قبل ما يبدا الامتحان، ولما سمعوا كذا قرر الاورك العملاق برون انه يشارك ايضا. حراس ديرموت ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل هنا. بعدها قام واحد من الحراس هاجم على برون بس سلاحه انكسر. يهاجم ثاني باستخدام لكمته، وكمان المرضي بيصد هجومه وبيحطم ذراعه، بس على فور بيستخدم سحر الشفاء ويعالج ذا زي الاول. ميرزيت بيجرب مدفع جديد وبيدمر كل الحراس تقريبا. بيعاقب الحراس ديرموت باستخدام مدفع الرشاش السحري المتكبر، ومعظم الحراس بيقعوا في الارض، وواحد منهم بياخد الفتاة الصغيرة ذات الشعر الاحمر اليزا كرهينة. برون بيصح انه يسيب البنت الصغيرة دي لانها خطيرة جدا. بشكل البنت الصغيرة دي مش فاهمة ولا حاجة، وبيقول لها ان الرجل اللي ماسكها بس عايز يلعب معها. البنت بتتحمس جدا وبتقول له ايه اللعبة انت اللي عايز تلعبها معي، ولكن الرجل مش بيسمع الكلام وبيضغط عليها بالسكين حتى شعرت بالألم، وغضبت وعرفت انه عايز يؤذيها، وبتستخدم السحر مستوى الطبيعة السابع وبتفرك جسدها زي الشاورما. البنت دي اللي عندها 10 سنوات تعتبر اقوى ساحرة في جيلها، وبسبب قوتها التدميرية اعترفت باسم الطفل الشيطاني للخراب دينمون بيتلر او ما يعرف بكبير الخطر. اكتشف ان هذا نصف الف ونصف شيطان عمره اكثر من 50 سنة، فبالرغم من ظهره هذا فهو عبقري لدرجة ان تقنيته متقدمة ب1000 عام من وقتها. كبير الخدم كمان يتعرف على الاوركا اللي اسمها برونو اللي مش عنده قوة خارقة للطبيعة بس كمان عنده ذكاء عظيم لانها تقن جميع انواع التعويذ السحرية. وزي برونو اليز وريثي كل الثلاثة المغامرين ذول يحملون فئة اس ويطلق عليهم اسم قبضة الأوريكلام. كبير الخدم العجوز بيبلل ثروالها من الخوف، وبيقرر انه يتقاعد ويعيش بقى حياته في سلام بعد ما قابل اساطير دول وجها لوجه. المهم بينتهي كل شيء وريك بيرجع لقاعة الامتحان، وبيلاقي رينيت لساتها ماسكه الولد المشاكس ده، بس بتسيبه بعد ما تشوف ان ريك رجع بخير وسلام. بعد كده بيظهر لينكس اللي كان مضروب ضرب مبرح، بيجي عند ريك وبيكشف له ان راستر ضربه عشان يبقى مسؤول اختبار ريك. وبعد ما لينكس حكى لريك كل شيء فعل بها الواقع راستر، ريك بيغضب جدا وبيقرر انه ينتقم من راستر، وبيتوجه لناحيه راستر اللي بيكون مولع طاقة نارية سحرية كبيرة، ويقول أنه سوف يذيقهم لذة العذاب، وبنهاية بضحكة شريرة. بس يا أصدقاء لهنا وصلنا لنهاية هذا المقطع، وشكرا لكم مع المشاهدة وإلى اللقاء. ألقاكم في مقطع جديد. أرجوكم يا أصدقاء ادعمونا باللايك واشتراك في هذه القناة من أجل أن تشاهدوا أنميات فخمة في المستقبل. أي يا أصدقاء إلى اللقاء.